عمر سألت نفسك سؤال، هو احنا ليه شعب بيحب المنظرة؟ شوف يا سيدي، هو الموضوع سلوك اقتصادي بحت. الإجابة علشان احنا فقراء قوي أو الغالبية في نمط أفكارنا وسلوكنا. بيقولك كل ما نسبة الفقر في المجتمعات تزيد ولما تبقى الغالبية نسبة فقيرة، الناس بتحاول تحس بالأمان الوهمي، فتلاقيهم بيحاولوا يشتروا حاجات هما مش محتاجينها علشان يحسوا بالامتلاك. إحساس امتلاك الشيء في حد ذاته مرضي لفئة كبيرة من الناس، علشان كده دايما يحاولوا يصرفوا كل جنيه معاهم علشان يحسوا انهم بخير وفي امان. بيدخلوا بقى في سباق بين بعض على شراء اشياء غير مفيدة فعليا وغير ضرورية علشان يحسوا بالافضلية. بيحاولوا يشوفوا الاغنياء بيمتلكوا ايه ويدوروا على اقل حاجة يقدروا يشتروها، ويتعبوا نفسهم ويشتغلوا زيادة، وممكن توصل انهم يستلفوا فلوس ويشتروها علشان يحسوا انهم بيمتلكوا حاجة الاغنياء بيمتلكوها، وطبعا تديهم الافضلية بين طبقتهم الفقيرة او المتوسطة من باب المنظرة والتنطيط فقط لا غير. وبما ان في مصر الطبقة الاكبر هي الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة فكرا وسلوكا ومالا برضو، فده اصبح سلوك عام. ممكن ترد عليا وتقول طيب ما طبقات الاغنياء اوي في مصر بيتصرفوا بنفس المنطق وتقريبا عندهم نفس السلوك الشرائي والوباء الفكري ده. طبعا هو ده حقيقي لنفس السبب برضه، ان اصولهم فقيرة، فعندهم طمع في الحصول على كل شيء علشان يعزز فكرة الامان ويزود المسافة بينه وبين الفقراء ويحس بالافضلية في مجتمعه. وده برضه تفسير سلوك اثرياء العرب. انه يحصل لك طفرة اقتصادية دي بتاخد سنين واجيال عقبال ما يحصل نوع من التقدير الذاتي للذات مش للممتلكات. فهنلاقي ان احنا بنشترك في نفس السلوك مع مجتمعاتنا العربية كلها. لسه الاهتمام بالافعال الحقيقية والقيمة مش هي رقم واحد عندنا. في مجتمعات زي اوروبا وامريكا الموضوع مختلف شويتين ومفيش السلوك ده عند الغالبية، وده مش لانهم ارقى مننا وكده خالص. الفكرة ان الغالبية العظمى في الدول ديت طبقة متوسطة، ونسبة الأغنياء أوي قليل، وبرضه نسبة الفقراء أوي قليل، فكل الناس تقريبا عايشة في نفس المستوى. فمحدش بيبص لحد ولا في صراع طبقي، لأن الغالبية من نفس الطبقة، وده بيديك الحرية إنك تعيش براحتك وبقوانينك الخاصة. وبيفهموا إن الشغل والعمل هما اللي بيقدروا يحققوا مستوى اجتماعي أفضل. طبعا مش هقولك إن هما معندهمش حد بيبص لحد، بالعكس هما بيركزوا أكتر مننا، لكن بصورة إيجابية. عايز عربية أو بيت زي صديقك يبقى تشتغل أكتر وتجيب فلوس أكتر. ونحلل هو قدر يوصل لده ازاي علشان اتعلم نفس الاسلوب واقدر اوصل لنفس النتائج. لان دايما الفقر مرتبط بالفكر اكتر من المادة، لان لو تفكيرك فقير وبقى معاك فلوس في الغالب هتضيعها او هي اللي هتضيعك، وبرضه مش هتعيش بحرية. اما لو تفكيرك اقتصادي وثري، حتى لو معكش فلوس دلوقتي اتأكد انك هتعيش مرتاح، والفلوس كده كده هتيجي نتيجة تفكيرك مع الوقت. دايما الفلوس هي نتيجة نهائية لأفكارك اللي انت حققتها في الواقع. عايز انهي الفيديو بسؤال، تفتكر ليه واحد زي بيل جيتس اغنى رجل في العالم وزيه كتير عايش حياة عادية من غير منظرة ولابس ساعة عادية وجزمة عادية وملابس متواضعة؟ لانه عارف والناس كلها عارفة انه يقدر يشتري اللي هو عايزه، فبالتالي هو مش محتاج يثبت حاجة لحد، فعايش براحته ومرتاح وبيعمل اللي هو عايزه. الثقة في القدرة على فعل الشيء بتخليك متزن في تفكيرك، انك مش محتاج تبص لحد او تثبت لحد حاجة. كل اللي انت محتاجه انك تبقى عارف انت مين، وبتثبت لنفسك ان قدراتك تسمح انها تحقق اهدافك الشخصية والمالية. وكل الموضوع مسألة وقت وشغل اكتر وتعليم اكتر. فكرة انك تستعرض اللي انت بتمتلكه بيثبت ان الموضوع جه معاك حظ، او انك حاسس انك قليل. لكن لو بتمتلك حاجة حقيقية هتبقى دي حياتك اللي متعود عليها ومش محتاج تظهرها او تتمنظر بيها على حد. ركز في نفسك واعرف إمكانياتك الحقيقية وطورها، علشان لما تمتلك حاجة تكون حقيقي وتبقى عارف القيمة اللي انت بذلتها لتحقيق الحاجة ديت. فتبقى كل حاجة لها قيمة في حياتك لأنها اتحققت نتيجة مجهود وتعب، مش مجرد شراء احتياجات لا تمثل ليك أي قيمة لأنها متحققتش بقيمة فعلية. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول. السلام عليكم.